رجعت لكم معاكم بصي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات، والنهارده هنعمل الاكله السريعه، اكله الحله الواحده والمبكبكه اللي ملهاش حل. احلى اكله، اسهل اكله ممكن تعمليها بالظبط في تلت ساعه. واذا عجبكم بقى الجمال دوت، عايزه اقول لكم هي مشطشطه ملهلبه تحفه بجد والله العظيم. من عشاق الشطه بقى يخلي بالهم انها مشطشطه قوي. وقبل ما نبدا وقبل ما نعرف الجمال ده اتعمل ازاي، نشترك في القناه ونفعل الجرس علشان يجي لنا كل مواجدين مع بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. ويلا بينا. هي عباره عندي كام قطعه بانيه، ممكن باللحمه وممكن بالفراخ، ممكن من غير حاجه خالص. عندي مكرونه حوالي نص كيلو او الكميه اللي انت عايزاها. عندي دول حوالي 3 كوبايات صلصه زي ما انتم شايفين، وعندي بصلايه، وعندي متقطعه بالشكل ده، وعندي 3 4 فصوص ثوم مفرومين، ملح وفلفل وبابريكا. وعندي هنا اساسي طبعا في المبكبكه ان انا يبقى عندي الفلفل الحامي، وعندي الريحان ده اذا كان متوفر، الريحان الجاف، وتظبط حوالي 4 معالق زيت. وحاجه اعملها هقطع الفلفل اللي عندي الحامي ده، هو زي ما قلت لكم هو اساسي، يعني انا ما اعرفش بصراحه من غيره هيبقى طعمها ايه. بس طبعا اللي عنده مشكله مع الفلفل يشيل اللي جوه ده عشان ما يبقاش حامي قوي عليه، واللي مش عنده مشكله طبعا هيخليه. لو عندك فلفل الوان حطي، عايزه تعملي بسله معاه حطي. هو مش بقرن، هو ب10 قرون تقريبا، يعني مش عارفه بصراحه، هو كبير قوي بس بجد. يعني هي عايزه كده، هي عايزه قرن فلفل حامي كده، ما بتتاكلش بارده. ممكن نستعمل الفلفل الرومي ده هادي جدا وحلو، يعني الناس اللي شفنا الفلفل الحامي ودوت الفلفل الحامي والفلفل الرومي. وطبعا لو مش عايزه الفلفل الرومي الحامي خليه على جنب كده، وخدي منه اللي انت عايزاه. ادي الفلفل اللي موجود معايا، وده هحطه على جنب بالشكل دوت اهوت عشان ابقى عارفه الغامق قوي ده حامي. لو مش حابه تحطي كله برضه هقطعها زي ما احبي، عايزه حتت كبيره عايزه حتت صغيره، عندك دبابيس عندك وراك اي حاجه اخليها قطع كده، يعني مش هخليها حتت صغيره قوي. ممكن تعملي باللحمه، بتبقى باللحمه خطيره نفس الطريقه، بس بدلي الفراخ باللحمه. طبعا اتفقنا بدل ما نعمل بانيه احنا نعملها كده يعني نوفر الوقت على نفسنا كله في حله واحده. كده جهزت الفراخ وجهزت الحاجات، يلا بينا على النار على طول. كده زي ما احنا شايفين، حطيت حله على النار وهحط ال3 معالق زيت اللي قلنا عليهم. طبعا زي ما قلت يستحسن زيت زيتون. انزل بالبصله المتقطعه دي، وانزل بفصين الثوم. واول ما تدبل زي ما احنا شايفين كده بدات تدبل اهي، شكلها بدات تدبل اهي، بدات تدبل. انزل بفصين الثوم اهو. اول ما يعني اشم بقى ريحه الثوم الجميل ده كده، هبدا انزل بالفراخ بتاعتي. طبعا لو عامله لحمه تنزلي باللحمه، عامله فراخ هتنزلي بالفراخ. طبعا لحظه الفراخ مش هتاخد سوا زي اللحمه يعني. الريحه طلعت على طول بصراحه، الريحه حلوه قوي قوي قوي. او اقول ودلوقتي بقى يعني هي بصوا شربت البصله والثومه. هنزل بقى بمعلقه الملح، هنزل بقى بالبهارات بتاعتي والكركم وشويه الفلفل. ولو بتحبي بهارات معينه يعني حطي، بس هي دي الاساسيات بتاعتها. اقلب، ولسه بقى الريحان الاخضر ده حكايته حكايه. الريحان بصوا، الريحان انا هو مش جاف، فهو كده فريش، طبعا فريش. ممكن بقى لو عايزه تحطي بهارات فراخ تحطي. فلفل الحامي بتاعنا خلي بالكوا ده الحامي بصوا عامل ازاي، ممكن اقلل شويه عشان يعني اللي ياكل منها ما يدعيش عليا.
بصوا الجمال يعني كده، هي ملهاش حل. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه الفلفل عامله ازاي، قلبت الدنيا. انزل بقى معلقتين الصلصه، معجون صلصه كده، وبعدين هنزل بصلصه الطماطم بتاعتي زي ما قلت لكم دي. نسيبها بقى كده شويه مع نكهتها تحفه. طبعا انا هسيبها يعني الفراخ غير اللحمه هي هتستوي على طول، اغطي عليها بس دقيقتين كده بالشكل دوت علشان اسيبها بس شويه صغيرين. زي ما قلت لكم الفراخ مش هتستحمل، بصوا الفراخ مش هتستحمل. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي اهي. طبعا اعرف كميه المكرونه علشان لو احتاجت ميه ازودها. لو لازم تبقى المكرونه والميه او الصلصه فوقيها مش اقل من 3 سنتي كده. ممكن ازود شويه ميه كمان كده شويه، مش محتاجه لغايه المكرونه ما تستوي. وكده اوريدي تمام كده. عندي طبيعي الفراخ استوت، يا دوبك المكرونه هتستوي وتبقى احلى مبقبقه. زي ما احنا شايفين هي اسرع حاجه عملتها. شويه ببص عليها، لو محتاجه ميه يبقى ازودها شويه ميه. هنا طبعا انا زودتها شويه ميه، لو مش محتاجه خلاص كده اقلبها برضو. وانا مش عايزه اهريها لان هي حتى لما برفع عليها بتكمل سواها. وخلي بالكم هي لازم تبقى مبقبقه بالشكل اللي احنا شايفينه، البقبقه بتاعتها. بصوا هقرب لكم الكاميرا، هي لازم هي اسمها مبقبقه علشان هي بتبقبق بالشكل ده، ولازم تبقى مفلفله بالشكل ده، ما تتهريش مني يعني. بصوا لازم تبقى الواحده بوحدتها كده، ما تتهريش مني زي ما احنا شايفين كده. هشوف سواها كده تمام زي ما احنا شايفين كده. هطفي بقى عليها وزي ما احنا شايفين الفراخ ظاهره وكده زي ما شفتها. بصوا عامله ازاي، بصوا تحفه كده. بقى ممكن نغرفها في طبق كده، بلاش نحطها في حاجه كبيره. بصوا لازم تبقى كده وما تبقاش يعني تبقى كده يعني طريه كده فيها صوص يعني فيها. بصوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، الجمال ده. بصوا الجمال بجد، طبقها حلو قوي. نغرفها وكل واحد ياخد يدوق بقى براحته. بصوا الجمال بتاعها بجد حلو قوي. وممكن نزوقها على الوش كده بشويه بقدونس صغننين خالص وتتقدم بالجمال اللي احنا شايفينه ده. وزي ما احنا شايفين هي لازم بيبقى لها كده، بتبقى يعني فيها كده، ما بتبقاش جامده زي المكرونه التانية. ادوق لكم شويه كده يعني، احط شويه صغيرين كده وادوقها شويه صغيرين خالص عشان بجد يعني انا شبعانه جدا. ما باكلش يعني بصراحه يعني خالص بقى ويعني عايزه اقول لكم هي شطه نار، لا وسخنه نار بجد تحفه. بس الشطه بقى ملهاش حل. بصوا مع الفراخ كده بجد تحفه، سخنه وسقعه يعني. بصوا سخنه ومشطشطه بس والله ملها حل، حلوه بشكل مش طبيعي. الشطه بقى عامله شغل اللي ملوش حل بصراحه بقى. يلا مش قادره اكمل عشان يعني بصوا سخنه قوي 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 يعني. كفايه بقى كده، نكمل البكبكه بتاعتنا. وادي الجمال اللي انا عملته. وقبل ما نبدا وقبل ما نعرف الكلام الجميل ده اتعمل ازاي، نشترك في القناه ونفعل الجرس علشان يجي جديد مع بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. وباي باي.